بيان إلى الرأي العام العالمي. في البداية الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار باسم أمهات السلام في حلب. استكمالا لهجماتها الوحشية، الدولة التركية الفاشية لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك تجاه وجود الكرد في أجزاء الأربعة من كردستان، والنموذج الديمقراطي الذي بات حقيقة موجودة على الأرض الواقع من خلال ما يعيشه مع كافة المكونات في ظل الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، الذي يعده الدولة التركية خطرا على وجودها، وما السيناريوهات الفاشلة التي أعده قبل أيام في تفجير ساحة التقسيم لإسطنبول، ألا ليكون أداة وذريعة يهاجم بها على مناطق الإدارة الذاتية ومحاربة الكرد بوحشية لا يوصف هذه المرة أيضا، ذلك عبر هجماتها بطائراتها الحربية في منتصف ليلة أمس على المناطق الآمنة في الشمال وشرق سوريا، بدءا من الشهباء وصولا إلى مناطق قنديل في سبيل منع الكرد من عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة، وما هي إلا لصرف الأنظار الشعب التركي مما يعيشه الدولة الفاشية في أزمة داخلية، سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية وكذلك التخبط الذي يعيشه خارجيا. الهدف من هجماتها المتكررة وعبر طائراتها الحربية ما هو إلا خلق الرعب والترهيب بين الأهالي لتهجيرها وتحقيق مآليها العثمانية الحديثة في المناطق من خلال كسر قوة الكرد التي تقف سدا منيعا أمام سياساتهم ومطامع توسيعهم وإيجاد حل لأزماتها، وذلك عبر حدوث التغيير الديموغرافي للمناطق الكردية. لكن كل المحاولات التي تقوم بها الدولة التركية ومما صعدت من عدوانها لا يخفينا، لأننا في كافة الساحات التي نتواجد بها نعرف حجم العبء الذي نحمله في ظل ثورتنا من خلال وجودنا، ونعرف من هو عدونا وما المرحلة التي نعيشها وماذا يتطلب منا. وفي ظل هذه الشراسة المتكررة التي يقوم بها الدولة التركية الفاشية ضد أهلنا ومناطقنا، نحمل أيضا الضامنين الأمريكي والروسي وكذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية القيام بدورها اتجاه ما يتعرض له أهلنا بسبب مطالبهم الشرعية والمحقة التي يسعى إلى تحقيقها مع كافة المكونات في المنطقة. الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى. بيساروك جيان نابي، بيساروك جيان نابي، شهيد نومري، شهيد نومري.